السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنحل البروبلم 226 invert binary tree. هيديلك root of binary tree وانت اعكسها. تلاحظ هنا في اول example انه الليفت بتاع الاربعة اتغير بقى 7 9 8 من 2 1 3. يعني فعليا لو لاحظنا ان هو بدل الليفت بالرايت. خلينا ناخد سامبل اصغر شويه في الاكزامبل 2. بص فعليا عند الاتنين هنا بدل الليفت بتاع الاتنين بالرايت بتاع الاتنين، يعني بدل الواحد اصبحت 3 وهكذا. طيب في اكزامبل 3 لو الروت بنل ريتيرن نل. لو انا واقف عند الروت بالشكل ده، فعلشان اعكس الباينري تري كلها، لو انا عرفت اعكس الليفت سب تري، هنسميها ليفت سب تري مثلا، وعرفت اعكس الرايت سب تري برضه هنسميها رايت سب تري، في اللحظه دي انا اقدر اعكس الباينري تري كلها. ازاي؟ ان الروت اكسس ليفت هو ده، بدل ما بيشاور على الليفت سب تري اخليه بيشاور على الرايت سب تري، والروت اكسس رايت بدل ما يشاور على الرايت سب تري اخليه بيشاور على الليفت سب تري، وبعد كده اعمل ريتيرن للروت. فعليا اللي احنا عملناه ده هو حل البروبلم وكده خلصت. احنا مش مضطرين ننزل مع الريكيرجن علشان نفهم هو عمل ايه بالظبط، لانه فعليا كل الانستنسز اللي بيعملها الريكيرجن واحد، بيعمل نفس البيهيفير بالظبط. فلو هنوصف دي بالكود هنعملها ازاي؟ انه في البدايه انا عايز اعمل variable مثلا tree node هسميه left sub tree بيساوي نفس الفانكشن invert tree بس من عند الروت axis left. بعد كده هكررها واعمل variable اسميه right sub tree بيinvert التري بس من عند الروت axis right. اوكي. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز بدل ما الروت ده بيشاور على الروت ليفت بيشاور على الليفت سب تري، اخليه بيشاور على الرايت سب تري، وهو ده اللي احنا بنعمله. انا بقول له ايه بقى؟ ان الروت اكسس ليفت خليه بيشاور على الرايت سب تري، وبعد كده الروت اكسس رايت خليه بيشاور على الليفت سب تري بالشكل ده. طيب في كيس كده عندنا انه لو الروت اصلا بنل فاحنا كنا بنريتيرن نل، او حتى الباينري تري كانت فاضيه فاحنا عايزين نريتيرن نل. فهي دي البيس كيس. فلو الروت كان بيساوي null pointer احنا كنا بنريتيرن الروت او بنريتيرن null. خلينا نتست الكود ده. في مشكلة في الكود. احنا ما عملناش ريتيرن للروت. ريتيرن للروت. اوكي خلينا نسبمت. اوكي